اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا في فيديو جديد. هذا فيديو رمضاني بحت. من الملصوقة للبريك. عملت لكم ملصوقة سهلة وبنينة وتقعد تصبر معاكم ومع حشو يعني اقتصادي أتو تشوفوه معاي. أول حاجة باش نعملها بالسميد الرطب. خذيت كاس، نجيبو زوز كيسين كيف بعضهم. خذيت كاس كامل سميد أرطب، والكاس الثاني حطيت شطر سميد وشطر فارينة، يعني كاس ونص سميد وشطر كاس فارينة. هذا هو اللي باش نخدمو بيه. وباش نجيبو مغرفة صغيرة ملح. العجينة لازم يعني عجينة الملصوقة لازم تلا الملح. أنا لهنا جبت ماء سخون. حطيت كاس ونص. كيلت كاس ونص باش نحط كاس. نبدا نحل يعني نبدا نعجن بيه. العجينه هذه راهي من غير ما تعجنوا بيديكم، من غير ما تعبوا رواحكم، تجيبوا البغا هذيك وتبداو تعجنوا بها. هذه والا الهشوار هذيك نتاع الخضره، مش القمصان نتاع الجو، لا هذيا الهشوار والا البغا هذه. الشطر كاس الثاني نتاع الماء هو اللي باش نبدا نزيد فيه بشويه، يعني باش نبدا عيني ميزاني. تو انا حطيت الكاس الكل، بديت نحل في العجينه، يعني يلزمها من الاول هكاكا يابسه العجينه باش هكا الحبيبات هذوك نتاع السميد ومع الماء سخون يتحلوا يعني مع بعضهم. وكشطر هذاك نبدا نزيد فيه بشويه بشويه اللي نتحصلوا على عجينه. شوفوها كيفاش تولي تبياض هي لا محاله، وتولي هكا ملسه هكا ورطبه، يعني من بعد نشدوها هكا بيدينا شويه هكاكا. ريتوها كيفاه هكا نخدموها شويه بركه. هذه عجينتنا حاضره، صدقوني سهله سهله وتخدموا طول، لا تقعدوا لا تبات لا حتى شيء. ثاني حاجة لازم نجاح الملصوقة راهو يلزم قلية ما تلصقش. باهي جبت كاس فيه شوية ماء، هذاك باش ندخل فيه يعني يديا باش نجم يطاوعني، وبابي سوبالان هذاك باش نمسح بعد ما كل كعبة. ريتوها العجينة كيفاش تكون رخوة على الاخر وما تتقطع. شوفوها كيفاه توا دخلت صويبي هكا فك الماء، وباش نبدا نقص شويه هكاكا من العجينه. وما تخافوش منها، تعدلوا الغاز، يعني الغاز نتاعكم على نار واطيه على الاخر. فريمون واطيه، فهمتوا؟ وتبداو هكا تخدموا بشويه بشويه هكا. انا هاني لا زربتها لحتى شي، راهو ماشيه معاكم بالتدريج هاكا. تبداو بشويه هكا وتلصقوا في القليه نتاعك حتى يكشي اللي تلصق، يعني تعملوها الدايرة الكل في ساعة تو هي تشيح. كي تشوفوها شيحت وهكا من الجنب طلعت شوية تنحيوا الورقة. في كل مرة كما قلت لكم تمسحوا القلية متاعكم. انا شوفوا لهنا حسيتها يعني سخنة القلية رغم اللي النار واطية على الاخر. يعني نهزها من فوق الغاز ونكمل العجينه نتاعي هكاكا نقعد. وشوفوا كيف انا خاطر القليه زاد كبيره على الدوره نتاع الغاز نتاعي. كل مره هكا تحسوني نجيب منه ومنه القليه، يعني باش يطيب من الشريط الكل. هي في ساعه تشيح. شوفوا هاو كل مره نوريكم. ريتو كل ما تزيدوا كعبة كل ما هي تزيد تمشي معاكم ويجيكم تاخذ عليها. والله العظيم أنا كنت خايفة منها. كنت يعني نعمل بالبنسو صحيح تجيني بالكدا زادا. وصفتها ناجحة وباهية زادا متاع البنسو. اما هذه يعني اللي ديريكت هكا على القلية بالعجينة ديما خير. هذه أنا حسيتها أسهل، وحتى في البن أبن. فهمتوا؟ يعني اما بصراحة اللي تحب تبدأ من توا، كان عشنا قبل رمضان تاخو باكو سميد وكل يوم تتعلم هكا. علاش انا عملت لكم بالكيسين؟ تعملوا بالكيس هكا حتى اصغر من هكاكا لين تتعلموا لين تاخذ عليها يديكم. انا والله مرتين المرة الاولى يعني الكعب الكل اشترهم نلوحهم. في اخر الكعبات يعني بدات يدي تاخذ، ولات عجبتني الحكايه، يعني من الاول هكا واهقه منها وخايفه ونحسها سخونه، من بعد يدي خذيت.
وليت خليت نهير هكاكا وزدت عاودت عجينة أخرى عاودت كيف كيف نمرن في يدي نمرن فيهم وكل مرة نزيد حاجة وننقص حاجة مرة نحسها يابسة نزيد الماء عرفتوا كيفاه يعني وحدي وحدي لين وليت عرفتها يعني هذه اللي تجيني بالضبط كي تحسوا العجينة ما شدت الكمش في القلاية يعني تتنطر هكايا اعرفوا راهي القلاية سخنت بردوها وكملوا خزروا لها انا قلك عليه من الاول نعرف هكا والله ليه من الاول لوحتها العجينه ما نجمتهاش ومن بعد شديت صحيح قلت والله يا انا يا هي يلزمني انا نعمل الملصوقه متاعي وحدي حتى يكشي لين يعني يدي خذيت عليها وما شاء الله توا ما عادش نخاف منها والله وليت فيسع فيسع يعني وحسيتها والله لا شوفوا البنات شوفوا ها باش نوريه لكم لا تلصق لا حتى شيء حطيتها هكاكا فوق بعضها يعني الكعبة اللي نحيها جبت منديلة نحطها ونغطي عليها بالمنديلة الكعبة اللي نحيها نحطها فوق الأخرى فهمتوا يعني لا حطيت زيت لا حطيت حتى شيء هذوكم هما الكعبات كيما طيبتهم معاكم هاهما شوفوهم هاكم ما يلصقوش جملة وشوفوا لونهم محلاهم اصفر بالسميد ولا شوفوها ترانسبارون كعبة ريتوها هي الملصوقة لازمها تكون ترانسبارون باهي هكا هاو توا باش نعمل كعبات بريك باش نعملهم بحشو اقتصادي باش نعملهم مثلثات الحشو هذايا متاع قبل يعني البطاطا المخلط يعني نقولوا نحنا بريك مخلط سمطت كعبات بطاطا حطيت معاهم وقت اللي يتصمتوا حطيت شوية كركم وملح وكي طابوا رفستهم هكايا بالفرشيطة وجبت عليهم معدنوس وبصل ذبلتهم شوية في القلاية في شوية زيت زدت الطن والفرماج وكعبتين عظم وأبيض متاع كعبة أخرى عظم خاطر الأصفر باش نحطو في كعبة منهم هكا هاو نخلطهم بالكدا نزيد شوية ملح كاين ناقصين وشوية فلفل أكحل كما قلت لكم الملصوقة عملتها أنا مثلثات تشوفوها معايا الطريقة متاعنا يعني متاع قبل وباش نعملهم هكاكا كعبات بريك يجيو ما شاء الله هذه الحشو هذا قبل نعملوه كي يعني كي تبدا ضياف يعني تبدا الدار تبارك الله برشا يعني معبية نتاع عايلة يعني نوصلوا يعني توصل العايلة كي تتلم حتى 15 20 كعبة بريك طيبوهم قبل نعملوا الخليط هذايا يعني بطاطا ومعدنوس وعظم مخلط هكا هاو وأكثرية تو في رمضان أكثرية المشاكل ديما على البريك الناس كل تحب بريك بالعظمة يجيك في آخر لحظة وانت عملت بريك هكا يقولك ليه نحب زادة بريك فيها العظمة حاسيلو اما هو هذايا اقتصادي هذايا بريكنا متاع قبل هذايا بنين ياسر انا نحبه يجي هكايا يعني مثلثات والا يجي صويبع في الفور يعني ولا مقلي زاده ياسر بنين هاكا هاو انا هاني توا نخلط انا توا نثني في الكعبات الملصوقة هكاكا باش ياخذوا الفورمة ونبدا نعمرهم يعني باك الحشو هذاكا متاع البطاطا ونقليهم حطيت الزيت يسخن معناها زيت هكاكا موش سخون برشا ونبدا نقلي في الكعبات هكا هاو كي تحطوهم ديما انزلوا منا ومنا باش ما يخرجش الحشو يعني تلصق الملصوقة تلصق على بعضها هاو نكملهم هكايا انا نحبو الحق البريك هذايا وعملت بزيت قلت خليه يقعد يعني يقعد منه حتى للعشاء ولا مادام الملصوقة عندي الملصوقة متوفرة الحمد لله يا ربي بالحق والله العظيم بالرسمي سختو ناس اللي يعني في الغربة يعني ما نلقاوهاش ديما الملصوقة هذه العربي متاعنا متاع المجازا ماكم تعرفوها كل بلاستيك انا مسميتها خايبة ثم مدن يعني سيرتو في ايطاليا والكل مساكن يمشيو تلقاه من مدينة لمدينة على الملصوقة هذه يعني مش متواجدة ديما هاكا واحد علاش قلت لكم يضحي يعني يحاول هكا يجرب باكو سميد يجرب بيه لين يتعلم باش ما يخليش روحه يعني
معناها يشتهي ولا يقعد متاع المجازانات هذيك الخايبة اللي تشرب الزيت، هاكا وحده يتصرف. باهي هذيا كعبات البريك هاكا شوفوها هايك. ولا بريكاتنا كملوا ما شاء الله، والله جاو بنين على الاخر، الحشو زاده هذا راهو ياسر بنين. على هيك جات من داخل كما قلت لكم ما تحطوش نار قوية باش يطيبلكم الحشو الداخلاني، يعني نار ديما يعني كيما نطيبوا البريك العادي. تويكا طريقة الاحتفاظ. باهي باش نجيب انا البابي سولوفان هذاكا ونبدأ كل واحد يحط يعني قد يعني عايلته. انا حطيت حش عينيكم 5 كعبات يعني كعبة زايدة باش انقاو من عرش انا حاسيلو. هكا هاو نلف عليهم هكاكا بالبابي سولوفان هكاكا نكملهم، ومن بعد نحطهم الكل في ساشي متاع كونجيلاسيون ونخليهم في الثلاجة. وانا باذن الله قلت مادامني نعملهم معنا ما ثماش علاش نثلج فيهم يعني كل نهارين نعمل. شوفوا هذوما حبيت نوريكم، هذوما عندهم 3 ايام في الفريجيدير من فوق مش من اللوطة، مش في الثلاجة، 3 ايام في الفريجيدير من فوق قاعدين كيما هما غلفتهم انا بالبابي وخليتهم شفتوهم. كي نشريو الملصوقة متاع الشارع كي تبات تحسوها تولات بايتة وتتفترش. هيا بالسلامة في فيديو جديد.